السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي. النهاردة هقدم لكم فيديو جديد ازاي أسجل من على الشاشة. بنزل كده الشاشة لتحت، في حاجة اسمها أيقونة تسجيل الشاشة، ببتدي أدوس عليها من الإعدادات اللي فوق. دلوقتي اهو بقلب الشاشة اهو، كل ده بيتسجل عندي على الشاشة نفسها. طيب أنا دلوقتي عاوزة مثلا أخش دلوقتي على الواتس، دخلت اهو عليه، ادي مجموعات المؤرشفة المجموعات الموجودة عندنا. لقيت كمان ايه، وانا كل ده عمال يسجل. ادي الشاشة كلها. دخل مثلا الواتس التاني، كتبت اهو كلام وابتدي ابعته سند. انا كان نفسي بصراحة اعرف الموضوع ده بيتعمل ازاي. زي ما قلت لكم، بنزل الشاشة من فوق، في ايقونة اسمها تسجيل الشاشة. طيب دخلت اهو مثلا على اللعبة، سجلت اهو برضه معايا. اخش مثلا على اليوتيوب برضه تسجل معايا. لقيت مثلا اعلانات مثلا ولدت 2009 2008 ده على اليوتيوب، وكل ده الشاشة شغالة عادي جدا معانا. بتفيد الناس اللي بتشرح مثلا بقى حاجات او دروس. طلعت اهو منها، بقلب في الشاشة، لسه كده على سطح المكتب مثلا، فتحت تليجرام عندي، شفت الناس الموجودة ايه. ممكن يفيد الناس اللي بتشرح دروس على الموبايل نفسها. كل ده لسه واقفة على التليجرام. طلعت كده خلاص، بشوف بقى البرامج اللي عندي، تطبيقات ايه هي. طب انا عاوز ادور على تطبيق معين، عندي مثلا الصور اهو، بدأت ابينها اشوفها. بقية البرامج عندي موجودة اهي على الشاشة. طيب هسترجعها بقى ازاي؟ اوقف الشاشة من على مربع كده احمر اللي هو بتاع تسجيل، هلاقي بعد كده الفيديو اتسجل عندي في الجاليري عادي، وممكن اعرضه بمنتهى السهولة. يا رب يكون ان شاء الله درس بسيط وسهل وقدرت افيدكم. انا لسه هو بكتب اسم الايه برنامج عندي، عاوزة مثلا تليجرام، فهيطلع لي تليجرام يعمل عملية بحث وهكذا. بس دي فكرة وبساطة ازاي تخشوا على الشاشة لو عاوزين تشرحوا اي حاجة او تعملوا حاجة، تسجلوا حاجة على ايه، على الفيديو عندكم على الشاشة نفسها، وايه اللي بيحصل جواها. لسه بشوف البرامج اهي عندي، ودي الشاشة الرئيسية. والسلام عليكم.